سيد الرئيس، قلتم بأنكم ستقودون فنزويلا. من سيكون هناك قائدا؟ سنقوده مع مجموعة وستكون إدارة ملائمة، وطبعا سنركز على البنية التحتية والتي ستدفع من قبل شركات النفط، وسيتم تعويضنا بكل تأكيد. سيتم تعويض الشركات الأمريكية وسيكون تدفق النفط كما كان. فالآن طبعا هناك تدفق أقل بكثير مما كان عليه سابقا، ولكن سنضمن بأن شعب فنزويلا سيعتنى بهم، وسنضمن بأن الشعب الذين خرجوا وفروا من فنزويلا بسبب هذا المجرم سيعتنى بهم. هل هذا يعني أن القوات الأمريكية ستكون على الأرض؟ سيكون هناك دائما، نحن لا نخشى أن يكون هناك لدينا جنود هناك. لقد كان هناك جنود أمس على الأرض وفي أعلى مستوى، نحن لا نخشى ذلك ولسنا ضد الفكرة، ولكن نريد أن تقاد تلك الدولة بطريقة ملائمة. نحن لم نفعل هذا سدى. هذا كان هجوما كان يمكن أن يفشل، أو كان يمكن أن مثلا يموت الكثير من الجنود، كان يمكن أن نخسر الكثير من المعدات. طبعا المعدات ليست مهمة جدا، كان يمكن أن نخسر الكثير، لكن سنضمن بأن والآن نحن مستعدون كما قلت للدخول إلى هناك إذا اضطررنا إلى ذلك. نحن نريد أن تقاد تلك الدولة بطريقة ملائمة وطريقة عادلة، وسنجني كثير من الأموال وسنعطي المال للشعب، وأيضا هؤلاء الذين استغلوا سنعتني بهم، سنعتني بالجميع. لقد سرقوا نفطنا كما قلت، لقد بنينا نحن كل تلك الصناعة وهم سرقوها. كما لو طبعا كان لدينا رئيس لم يفعل أي شيء تجاه ذلك، ونحن فعلنا شيئا. نحن متأخرون ولكننا فعلنا شيئا. ما هي الآلية التي ستقودون بها البلاد؟ هل ستنصبون؟ الآن طبعا هناك تنصيب للناس. نحن نتحدث مع أشخاص، العديد من الأشخاص، وسنعلمكم سيكونون. من سيقود فنزويلا؟ الأمر ربما لوقت. هؤلاء الأشخاص الذين ورائي سيقودون فنزويلا، سيعيدون فنزويلا. نحن نتحدث عن دولة ميتة قبل سنة ونصف، أو نحن كنا دولة ميتة، والآن نحن الأكثر الدول جذبا في العالم، والآن نحن أفضل من كل الدول في العالم، والأمر يتطلب قيادة. وفنزويلا كان لديه كثير من الأشخاص الأشرار الذين لم يكن ينبغي أن يكونوا قادة، ونحن لا نريد أن يتسلموا الحكم بعد مابورو. وآخرون أيضا لدينا أشخاص رائعون ومن ضمنهم في الجيش. إذن هناك مجموعة يقودون، وحتى يأتي ذلك الوقت سيعود الأمور إلى مسارها. سنجني كثير من الأموال وسنعطي الشعب حياة رائعة، وهؤلاء للذين هربوا سيعودون إلى فنزويلا. قلتم بأنكم ستدعمون ماتشادو لتكون هناك ربما زعيمة. هل ستعملون مع نائبة الرئيس في فنزويلا؟ كيف ترون العلاقة؟ طبعا لقد تم تنصيبها وهي اختيرت من قبل مادورو. إذا ماركو هو الذي يعمل على ذلك وتحدث معها، وهي مستعدة لفعل ما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى. السيد الرئيس، الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قال إنه سيراقب نفسه، والآن قال بأنه ليس قلقا بشأن ما سيحدث له. ما هي رسالتك؟ لديه مصانع الكوكايين ذلك الرجل، وأعتقد بأنه يصنع الكوكايين ويرسلها إلى الولايات المتحدة. عليه أن يراقب نفسه. هل أعلمتم أي من الكونغرس؟ ماركو، هل تريد فعل ذلك؟ لقد اتصلنا بأعضاء الكونغرس. هذه ليست مهمة يمكن أن نعلم بها الكونغرس. طبعا لقد كانت مهمة والظروف كانت طبعا سريعة وكان علينا أن ننتظر. هذه ليست المهمة التي يمكن أن تتصل بهؤلاء وتقول إننا سنفعل هذا خلال 15 يوما. ولكن تذكروا في نهاية المطاف هذا كان اعتقالا لهاربين من العدالة الأمريكية، ووزارة أو الجيش الأمريكي ساعد هنا وزارة العدل في هذه القضية. ولكن هذه ليست المهمة لنعلم، لأن هذا سيضع المهمة في خطر. يمكن أن نضيف شيئا إلى ذلك. يمكن الكونغرس طبعا يميل إلى التسريب،
وهذا لن يكون جيدا. لو سربوا فربما كانت تكون النتيجة مختلفة تماما، ولكن علي أن أقول كانوا يعلمون أننا سنأتي في وقت ما. العديد من السفن كانوا يعلمون، ولكن الكونغرس سيسرب ونحن لا نريد المسربين. أنت كنت مع قلة يرون ذلك. ماذا كان يفعل مادورو حين دخلت القوات إلى حيث كان مختبئا؟ هل مثلا قاوم؟ نعم، كان يمكن أن يحدث ذلك. كان يحاول أن يصل إلى مكان آمن ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك لأن كما قلت قواتنا كانت سريعة جدا، وكان المعارضة أيضا. الناس يتساءلون هل كانت ذلك مفاجئا، ولكن كانوا ينتظرون شيئا. كان هناك مقاومة، كان هناك إطلاق نيران، ورأيتم بعضا من ذلك اليوم. كان يحاول أن يصل إلى مكان آمن ولم يكن آمنا لأننا دمرنا الباب، وحوالي 47 ثانية، وطبعا الباب كان ثخينا جدا وكان ثقيلا، لكنه لم يستطع أن يصل إلى ذلك الباب. وصل إلى الباب ولكنه لم يستطع أن يغلقه. أين سيكون مادورو الآن؟ في نهاية المطاف في المستقبل القريب سيجلب إلى نيويورك. وأين سيحتجز في نيويورك؟ هذا سيعود طبعا إلى المسؤولين. سيد الرئيس، الولايات المتحدة طبعا لديها سجل مختلف تجاه الدكتاتوريين. أنا مختلف بكل تأكيد. بالنسبة لي لدينا سجل نظيف. نحن ننتصر كثيرا. وانظروا إلى البغدادي والسليماني، وانظروا إلى مطرقة الليل والتي كانت رائعة. لم يكن هناك سلام في الشرق الأوسط، والسلام في الشرق الأوسط حدث بسبب ذلك. لو لم ننجح مع مطرقة منتصف الليل لم يكن هناك سلام ليتحقق في الشرق الأوسط. معي هناك الكثير من الانتصارات، فقط الانتصارات لا خسائر. انتصارات لا خسائر. إلى متى ستقودون فنزويلا؟ وهل ستكون هناك انتخابات؟ أود أن أفعل هذا بسرعة، ولكن الأمر يتطلب وقتا. نحن علينا أن نعيد بناء كل البنية التحتية. البنية التحتية مدمرة تقريبا، وقطاع النفط طبعا خطير أيضا، فاستخراجه صعب كما تعلمون، ومات أشخاص بفعل ذلك. البنية التحتية كما قلت مهترئة، وسنعيد بكل تأكيد تلك البنية التحتية، وسنأخذ الكثير من الأموال حتى نعتدي بالبلاد. هل تقولون سيد الرئيس الصين وروسيا وإيران لديهم مصالح في إيران؟ كيف تؤثر هذه العملية على علاقتك معهم؟ بالنسبة للصين وروسيا، طبعا روسيا حين نحل الأمور أو نعمل على حل الأمور، أما فيما يتعلق في الدول الأخرى فنحن طبعا الأمر يتعلق بالنفط. فنزويلا ستبيع النفط ربما بنسب كبيرة لأنها لم يمكن أن تنتج كثير لأن بنيتها التحتية لم تكن جيدة. إذن سنبيع الكثير من النفط لكثير من الدول، والتي العديد منها تستعمله ولكن العديد منها ستأتي. نعم. سيد رئيس، شكرا. ما هي رسالتكم إلى شعب فنزويلا الليلة؟ طبعا المدنيون لديهم أسئلة كثيرة. ما هي رسالتكم لهم؟ سيكون لديكم سلام وعدالة، ستحظون بتلك الخيرات التي حرمتم منها لسنوات طويلة. سيكون هناك سلام وأمان وعدالة، وستعود إليكم بلادكم. حقا بلاد عظيمة. لو عدنا إلى 20 سنة أو ربما أكثر كانت دولة عظيمة ودمروها. تذكروا طبعا لو خسرنا الانتخابات ففنزويلا كانت لتكون مشكلة عظيمة. لو خسرنا الانتخابات في 2024 لكنا عانينا كثيرا. لو نظرنا إلى الحدود من 2020 وما فعلوه مع إدارة جو بايدن، ما فعلته لبلادنا لا ينبغي أن ينسى. ولكن طبعا الآن لو حدث ذلك فسنكون في مكان فنزويلا.
لو انتصروا ربما سنكون فنزويلا فقط، فنزويلا ضخمة. هل تقولون إن الوزيرين هيكست وروبيو سيقودان فنزويلا؟ وهل سترسلون الجيش؟ لا، سيكونون في فريق يعملون مع فنزويليين ليقودوا فنزويلا. من سيتسلم السلطة؟ ليس هناك من سيتسلم السلطة. هناك نائبة الرئيس التي وضعت من قبل أو نصبت من قبل مادورو، وهي الآن نائبة الرئيس وهي ضده الآن، وتم تنصيبها وأدت اليمين الدستورية وتحدثت مع مادورو وقالت له سنفعل كل ما تحتاجونه. أعتقد بأنها ربما لم يكن لديها خيار. لن نفعل هذا مع مادورو ثم نغادر كما يقولون حسنا دعوا الأمر يذهب إلى الجحيم. لو خرجنا فسيكون هناك فرصة للنجاح. لدينا شركات عظيمة من النفط ستستثمر المليارات والمليارات من الدولار هناك، ستستعمل تلك الأموال في فنزويلا، والمنتفع الأكبر سيكون الشعب الفنزويلي. وأيضا طبعا لا يمكن التشديد هنا أكثر على أن الشعب في فنزويلا هناك الكثير منهم، طبعا البعض منهم يريدون أن يعودوا والبعض سيبقون. هل هناك إنهم محميون جدا لأنه لا أحد سيلعب معنا أو لن يلمسوا أي أمريكي هناك. هل أنتم قلقون بشأن العناصر السيئة التي تبقى من نظام مادورو هناك؟ نحن نعرفهم وهم الآن يعملون بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال قبل يومين. من وراء في أمريكا اللاتينية أعتقد بأننا نريد أن يحيط بنا جيران جيدون، نريد أن يحيط بنا الاستقرار، ونريد أن تحيط بنا الطاقة. هناك طاقة وفيرة هناك وعلينا أن نحميها، نحتاجها لنفسنا وللعالم وعلينا أن نضمن أن نحميها. هل هناك رسالة إلى كوبا؟ كوبا طبعا قضية مثيرة للاهتمام. كوبا ليست جيدة الآن، والنظام هناك عانى منه الشعب لسنوات عديدة. أعتقد أن كوبا ربما سنتحدث عنها لأنها دولة فاشلة جدا، ونريد أن نساعد الشعب الكوبي. الأمر يتعلق أيضا بشعب كوبا، ونريد أن نساعد أيضا هؤلاء الذين خرجوا من كوبا وأجبروا على الخروج. ماركو، هل تقول كلمة؟ لقد طبعا تكلمت سابقا، ولكن حين يتحدث الرئيس ينبغي أن تأخذوه على محمل الجد. كوبا كارثة يقودها رئيس عجوز غير كفؤ وليس لديهم اقتصاد، وأيضا لقد كل هؤلاء المحيطين الذين كانوا يساعدون مادورو كلهم كانوا كوبيين. وهذه الجزيرة إحدى أكبر المشكلات في فنزويلا هي أن كانوا عليهم مثلا أن يأخذوا هؤلاء الكوبيين. أنا طبعا لو كنت في كوبا لقلقت. الرئيس أعلن قبل أسبوع بأن هناك عقوبات على النفط ولا يمكن أن تصل إلى الجواب هو نعم. الجواب هو نعم. هل تعرفون مكان المعارضة ماتشادو؟ لا لم نتصل بها. أعتقد بأنه سيكون من الصعب عليها أن تكون قائدة، فهي لا تحظى بالدعم مع كل الاحترام. إنها امرأة رائعة ولكنها لا تحظى بالاحترام. لا. هل ستقودون فنزويلا لسنوات ربما؟ هذا لن يكلف أي شيء، لأن الأموال ستأتي من الأرض وهي أموال وفيرة. نريد الأمان هناك، نريد أن نحاط بدول لن مثلا توفر ملاذا لأعدائنا، ولن يكون هذا
وسنعيد الإعمار. نحن لا ننفق الأموال، شركات النفط ستذهب إلى هناك وتنفق الأموال وسنستعيد النفط، وكان ينبغي أن نستعيده قبل وقت طويل. العديد من الأموال ستأتي من الأرض وسنحصل على تعويضات على كل ما أنفقناه. إذن سيكون هذا مهما جدا. ما حدث أمس كان حدثا استثنائيا. علينا أن نكون محاطين بدول آمنة، وأيضا علينا أن تكون لدينا الطاقة الحقيقية، وليس مثلا 400 أو 5% من الطاقة. انظروا مثلا، كانت هناك كارثة. ما سيحدث مع فنزويلا أعتقد أنه خلال الأعوام القليلة المقبلة سيكون شيئا رائعا، وشعب فنزويلا سيكون المنتفع الأكبر. حين تحدثتم مع مادورو عن ماذا تحدثتم؟ نعم أجريت معه محادثات وقلت له عليك أن تستسلم، واعتقدت بأنه كان على مقربة من فعل ذلك، والآن طبعا ربما يتمنى لو فعل ذلك. هل هو مادورو؟ لقد عفوتم عن رئيس هندوراس الذي أيضا تمت إدانته بتجارة المخدرات. بماذا هو مختلف عن مادورو؟ طبعا الرجل الذي فاز في هندوراس أنا وقفت معه ودعمته، وفي تشيلي، والذي فاز في الأرجنتين، ونحن نبلي بلاء حسنا مع كل تلك المجموعة. ذلك الرجل الذي عفوت عنه لقد عومل من قبل إدارة بايدن. طبعا كانت طريقة مختلفة. هذا كان رجلا أظن بأنه عومل بطريقة غير عادلة، وأعتقد هناك العديد منهم، واعتقد بأن القضية غير عادلة، وأيضا كان عضوا في الحزب الذي انتصر. إذن الكثير فرحوا بما فعلته وأحبوا ما فعلته. ذلك الحزب شعر بأن ذلك الرجل عمل بطريقة سيئة. طبعا درست الأمر بسرعة وبالتفصيل، ثم ذهبت إلى الكثير من الذين يقفون ورائي وشعروا بأن ذلك الرجل تم قمعه ومعاملته بطريقة سيئة، ولذلك عفوت عنه. بشأن القوات على الأرض، هل ترون بأن الجيش الأمريكي سيكون لديه حضور في فنزويلا؟ لا، سيكون لدينا حضور في فنزويلا فيما يتعلق بالنفط، لأننا نرسل خبراءنا، ربما سيحتاجون ذلك، ولكن كما قلت سنخرج الكثير من الأموال من الأرض، وتلك الأموال ستذهب إلى شعب فنزويلا، وأيضا إلى خارج فنزويلا الذين كانوا من قبل في فنزويلا، وأيضا إلى الولايات المتحدة كتعويضات للأضرار. إذا أود أن أشكركم جميعا شكرا جزيلا. لديك سؤال؟ لقد كنتم جيدين، سأعطيكم سؤالا أخيرا. سؤال أخير، لو كان سؤالا سيئا إنه بشأن بوتين. كان لديك اتصال معه يوم الاثنين. هل تحدث عن مادورو؟ هل تحدثتم؟ لا لم نتحدث عن مادورو. لا لست سعيدا بشأن بوتين. لا إنه يقتل الكثير من الأشخاص. اعتقدت لقد حللت 8 حروب في ربع تايلاند وكمبوديا، وفعلت ذلك في 5 ساعات، وحللت ذلك النزاع. والآن إذن 8 حروب، وكان هناك طبعا حرب أو على مقربة من ذلك ل4 أيام. اعتقدت بأن ربما الأسهل كانت لتكون روسيا وأوكرانيا، ولكنها لم تكن كذلك. لقد فعل أشياء فظيعة الاثنان. طبعا هذا بايدن، كما قلت هذه ليست حربي، ولكن هل رأيتم الشهر الماضي 30,000؟ الشهر الماضي 27,000 قبل ذلك 30,000، معظمهم من الجنود قتلوا الشهر الماضي فقط 30,000. أود أن أتوقف هنا.
طبعا الناتو سيدفع طبعا 5% بدلا من 2% كما كانوا يدفعون 2 والآن 5%. أرسلنا كثيرا من الذخائر والصواريخ وغيرها ودفعوا. الولايات المتحدة لا تخسر الأموال، ربما نحن نجني الأموال، هذا آخر شيء نهتم به. نحن نخسر 25,000 إلى 30,000. إنهم يأتون من مكانين ليس بعيدين عن بعضهما البعض. لو كان يمكنني أن أوقف، وطبعا أنا جيد في عقد الصفقات، الأمر يتعلق بصفقة والحياة هي صفقة. إذا استطعت وقف تلك الحرب وبأن يقتل 30,000 شهريا، وبالإضافة إلى هؤلاء الذين يقتلون في كييف ومدن أخرى، فربما أعداد قليلة ولكنهم يقتلون. إذا لست سعيدا. اعتقدت بأن ذلك يمكن أن يحل، والسيد ويتكوف أعتقد بأنه يعمل على ذلك ونحقق تقدما. تلك الحرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا. بوتين قال ذلك والجميع قالوا ذلك. لو كنت رئيسا لم تكن لتحدث تلك الحرب، ولكنني ورثت تلك الحرب. لقد كان جو بايدن وزيلينسكي وبوتين. أنا جئت إلى هذا الوضع وكانت الفوضى. أقول هذا بأنني رأيت عملية أمس التي كانت دقيقة للغاية ورائعة رائعة. لو لدينا مثل هذا الجنرال فإن تلك الحرب لم تكن لتدوم. أقول لكم ذلك. تلك الحرب كما قلت قد أصبحت حمام دم ونريد أن ترغب. شكرا جزيلا. شكرا.